تعمل إيه لو ابنك رن عليك بعد ما دفنته ب3 أيام؟ أنا هحكي اللي حصل زي ما هو ومن غير ما أزود حرف، بس اللي سامع يتحمل. ابني آدم كان عنده 12 سنة ومات في حادث غرق في بحيرة قديمة شمال إنجلترا. دفناه وشفنا القبر واتقفلت الحكاية، أو كده كنا فاكرين. بعد الدفن ب3 أيام الموبايل رن رقم غريب، الاسم اللي ظاهر كان آدم. إيدي كانت بترتعش بس رديت. الصوت كان واطي بس معروف. بابا، هو المكان هنا ضلمة ليه؟ قلبي وقع. قلت انت فين يا آدم؟ رد تحت المية، بس المية مش بتبل. قعدت أصرخ. الخط قفل وبعد دقيقة وصلني فويس. فتحت، كان صوت نفس، وتحت النفس صوت حد تاني بيهمس. ما تردش تاني. تاني يوم لقيت بلاغ إن في طفل بيكلم الناس من رقم ابني وبيسألهم بابا فين؟ روحت البحيرة واقف والمكان ساكت، بس التليفون رن من غير شبكة. الصوت رجع. بابا، أنا شايفك. بصيت في المية وشفت وش ابني، بس عينه كانت بتبص ورايا. لفيت وما كانش في حد غير صوت ورا وداني قال لو رديت هو اللي هيطلع. التليفون رن للمرة الأخيرة، والاسم اللي ظهر ما كانش اسم ابني، كان اسمي أنا. استنوا الجزء القادم واكتبوا في التعليقات، كنت هترد ولا تكسر الموبايل؟